من كام يوم خطيبي كان معزوم عندنا على الغدا. ماما عاملة سفرة تعتبر محترمة، فرخة كبيرة متقسمة، محشي سخن ريحته مالية البيت، بانيه، رز، صواني سلطات، اللي هو عزومة تفتح النفس. المهم أول ما قعد اتخضينا من كمية الأكل اللي بدأ فيها، نص فرخة لوحده ومحشي كأنه داخل مسابقة، ووراهم 4 قطع بانيه، وبعدها على طول جعل حلويات من غير حتى ما ياخد بريك. وأنا وبابا وماما حرفياً بقينا بنبص لبعض، اللي لحق لقمة ياكل واللي ملحقش خلاص. خلصنا الأكل وأنا قاعدة بفكر، هو الراجل نفسه مفتوحة ولا ده جوع سنين؟ ماما بعد ما قام من على السفرة قربت مني وقالت لي اللفظ اللي خلاني أدوخ: يا بنتي طلع جعان وطافس كمان، ده لو كنتي سايباه يومين من غير أكل ما كانش هيهجم بالشكل ده. واتحركت، حسيت الموضوع مش لطيف خصوصاً قدام أهلي. تاني يوم كلمته بكل هدوء، قلت له: بص، اللي حصل امبارح سبب لي إحراج قدام أهلي، كان المفروض تاكل بعقل كده قدامهم. سكت شوية وبعدها قال: حاضر. عدى اليوم لحد تاني يوم الصبح، لقيت حد بيخبط، بفتح ألاقي 800 جنيه متسابين على الأرض، وهو واقف عند أول السلم ماسك الموبايل وبيكلمني: بصي، أنا كنت تعبان يومين وما كلتش غير لقمة، جيت عندكم قلت آكل براحتي وما كنتش متوقع إن في حد هيعد اللقمة عليا. خدي ال 800 جنيه دي واعملي بيهم